السلام عليكم، وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات، واهلا بيكم في فيديو جديد. يا رب تكونوا بخير. النهارده هنخبز العيش الشمسي بس من غير شمس. هتقولي لي ازاي الكلام ده؟ هقولك ازاي. طبعا احنا عارفين انه الايام دي مطر وبرد جدا كده زي التلج، فمستحيل طبعا انها تطلع الشمس في الاوقات دي. بس احنا خبزنا عيش زي الفل بجد، يعني تحفة. هقولك ازاي، طريقة سهلة جدا. تابع معايا الفيديو. وقبل كمان ما نخش الفيديو، ما تنسيش تحطي لي لايك حلو كده علشان تشجعيني. يلا بينا بقى على الطريقة على طول. طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي، اول حاجة بنعملها بنعجن العيش زي ما انتم شايفين. انا قبل كده كنت عاملة فيديو عن العيش الشمسي، بس كان في الشمس، لكن المرة دي من غير شمس خالص، من غير اي حاجة. هقولك ازاي، وان شاء الله الطريقة دي هتعجبك جدا. طبعا زي ما انتم شايفين اهو. اللي عاوز يشوف الفيديو التاني انا هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف اهو. طبعا الفيديو الاول اللي انا عاملاه بالتفصيل، يعني من اول الخميرة لحد ما العيش طلع من الفرن. وان شاء الله برضو الفيديو ده كده، بس مش بالتفصيل قوي. اهو زي ما انتم شايفين. طبعا اول حاجة بتعمليها بتخمري الخميرة، وبعد كده بتسيبيها لحد تاني يوم. وبعد كده هتعملي العصيدة. طبعا كل الحاجات دي انا عاملاها في الفيديو اللي فات، لكن انا اختصارا للوقت فاعجنت على طول. اهو زي ما انتم شايفين. وكمان هرد عليكم في شوية اسئلة كده من الفيديو اللي عدى. طبعا كل الناس سألتني عن منشط الخبز. ده بقى منشط الخبز ده شكله طبعا احنا بنجيبه من عند العطار. بيخلي العيش هايش جدا وطري، يقعد معاكي فترة طويلة ما ينشفش، ويبقى طري كده ومنفوخ. اهو زي ما انتم شايفين. هتجيبي كده معلقتين من منشط الخبز على نص كوباية مية، وهتقلبيهم، وهتبدأي كده انك تعجنيهم في العجين زي ما انتم شايفين اهو. طبعا طريقة سهلة جدا، علشان السؤال ده انا اتسألته كتير قوي. انه المنشط ده بيعمل ايه للعيش؟ المنشط ده بيخلي العيش منفوخ، وكمان يقعد فترة طويلة جدا طري معاكي، حتى لو انت حطيتيه في التلاجة هتخرجيه وهتغطيه كده بكيس بلاستيك، هيرجع طري تاني زي ما هو. يعني هتلاحظي انك ما حطيتهوش اساسا في التلاجة. فعلا المنشط ده تحفة تحفة. احنا دايما متعودين عليه وبنحطه في العيش. هتشتريه من عند العطار، هتقولي له عايزة منشط خبز. وخلاص كده نكونوا خلصنا العجن، وهنبدأ بقى ان احنا نقطع العيش. طبعا دي المقارص متفلينها بالنخالة بتاعت القمح اهو. احنا اهو بنقطعه كده بالطريقة دي. خليكم معايا خطوة بخطوة وانت هتعرفوا كل حاجة. احنا في اليوم ده اساسا ما نعرفش اذا كانت هتنطر او مغيمة وكده. فاحنا ايه تصرفنا؟ هقولك تصرفنا ازاي. حطينا العيش كله في اوضة مش بيدخلها الهوا، يعني ما فيهاش هوا خالص، كده كتمة ودافية جدا. ده لو عايزة العيش يخمر معاكي. وبرضو لو عايزاه يخمر بسرعة، هتحطيه في اوضه برضو تكون دافيه، ولو عندك دفايه هتشغليها عليهم، وان شاء الله العيش هيطلع معاكي زي الفل، من غير شمس ولا من غير اي حاجه. احنا اهو يوم مش عارفين هيطلع فيه شمس او لا، فاتصرفنا يعني احسن ما العجين ده كله كان يترمي مش هنعرف نتصرف وكده. فاتصرفنا، حطناه في اوضه دافيه جدا وشغلنا عليه الدفايه، وبقى العيش زي الفل بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا زي ما انتوا عارفين الايام دي مطر على طول على طول، وكمان بتشتي جامد جدا وسقعة، فالعيش طبعا هيبوظ جدا اهو. لكن لو شغلت عليه مروحة او اي حاجة، العيش هيهبط منك ومش هيرضى يختمر اساسا، علشان زي ما انتوا عارفين الجو برد جدا اهو. يا رب بس يعجبكم الفيديو ويكون مفيد لحضراتكم. انا طبعا بحاول على قد ما اقدر ان انا اقدم لكم حاجة مفيدة، وان شاء الله تعجبكم اهو زي ما انتم شايفين. ده طبعا التقطيع بتاعنا في الصعيد، تقطيع يعني جميل جدا. ماما طبعا هي اللي بتقطع العيش اهو.
طبعا الخبيز في الشتاء مش بيعوز انك تصحي بدري وكده، لا، في اي وقت تصحي فيه تقدري تعجني وتقطعي يعني زي ما انت عاوزة. غير الحر، الحر احنا يعني بنخبز بسرعة علشان نخلص بسرعة، انما في الشتاء بناخد راحتنا. وخلاص بقى كده نكونوا خلصنا تقطيع العيش كله. هنبدأ بقى ايه، هنبدأ ان احنا نبططه اهو زي ما انتم شايفين. وكده بقى نكونوا بططنا العيش زي ما انتم شايفين اهو. هنسيبهم بقى في الأوضة وهنشغل عليهم الدفاية، واول بس ما ينشفوا كده من فوق هنبدأ ان احنا نقلبهم على طول، وهكذا اهو. وخلاص كده العيش يكون جهز معانا، يعني يكون اختمر. هنبدأ بقى ايه ان احنا نشققه زي ما احنا بنقول، او في يعني ليها كذا اسم، او نتلته ليها كذا اسم طبعا، وكل بلد وعلى حسب الطريقة اللي هي بتتكلم بيها اهو زي ما انتم شايفين، من غير شمس خالص. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله والله العظيم، يعني بجد تحفة. من غير شمس ولا اي حاجة، في اليوم ده كان نطر وكان كل حاجة زي الفل بصراحة. فالحمد لله ان احنا وصلنا على كده اهو. طبعا زي ما انتم شايفين كمية الخبيز اللي احنا كنا خابزينها، يعني بسم الله ما شاء الله عليها مش قليلة، بس كلهم اختمروا والعيش طلع زي الفل. انت بس اعملي الطريقة دي وان شاء الله هتنفع جدا معاكي. في اليوم ده كان على طول شتي شتي كتير جدا، فايه اتصرفنا والحمد لله العيش طلع جميل جدا. فانا حبيت بقى ان انا اعمل الفيديو معاكم علشان اي ست مش بتعرف يعني تتصرف في المواقف اللي زي كده، اهو عملت لكم الفيديو. وطبعا اهو بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين العيش بجد يعني يفتح النفس، الله اكبر عليه. بجد يعني جميل جدا مختمر كده وزي الفل اهو. احنا خلصنا خبيث كده كان حوالي مع المغرب، بس بجد يعني العيش الله اكبر عليه، يفتح النفس كده اهو. وطري جدا كده وهايش وبسرعة اختمر. احنا حطينا في العجين خميرتين علشان يخمر بسرعة، لكن لو خميرة واحدة العيش هيتأخر قوي معاكي في الخمر، فلازم تحطي ايه خميرتين انت وبتعجني. طبعا ده غير محسن الخبز اهو زي ما انتم شايفين. طبعا العيش طري جدا كده وجميل يفتح النفس بصراحة ما شاء الله اهو. الله اكبر بجد يعني حاجة تحفة. يا رب بقى الفيديو يعجبكم ويكون سهل وبسيط جدا عليكم اهو زي ما انتم شايفين سفنج كده مش عيش. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل وبسيط جدا وتكونوا استفدتوا منه. وكده خلاص يكون خلص الفيديو بتاعي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.